أيها الصليب الأحمر الدولي، أليس من صميم مسؤولياتك أن توفر الرعاية الطبية لكل من يحتاجها؟ أين موقعك مما جرى في البحرين؟ ماذا قدمت لجرحانا؟ ماذا أعطيت لأطبائنا؟ لماذا لم نر لك حضورا في محنتنا؟ ألا نستحق منك وقفة دعم ومساعدة؟ أين هي الإنسانية التي تتحدثون وبشعاراتها تتشدقون؟ أيها الصليب الأحمر الدولي، بصمتك وخذلانك نزفت دماؤنا، بصمتك وخذلانك سجنت أطباؤنا وممرضونا، بصمتك وخذلانك حوصرت مستشفياتنا، بصمتك وخذلانك منعت حملات الإغاثة من أن تصل إلينا، بصمتك وخذلانك قتلنا، فأنت شريك في سفك دمائنا. وأنت أيتها الجامعة العربية العريقة، كيف انقلبت على مبادئك؟ وكيف انسلخت من قيمك وأهدافك؟ ألسنا شعبا عربيا يسعى لنيل كرامته؟ ألسنا شعبا عربيا يتعرض لحرب إبادة؟ إذن لماذا كنت عدوا لنا وعونا علينا؟ أيتها الجامعة العربية المخزية، ها نحن نقتل برصاصات غدرك وخيانتك، وها هي جيوش درع الجزيرة تسحق جماجمنا بمباركة أمرائك، وها هي أطفالنا تموت اختناقا أمام ناظريك. فسحقا يا جامعة الخزي والعار. أنت يا هيئة الأمم المتحدة، فليس من شيمك نصرة المظلومين، وليس من عاداتك الدفاع عن المعذبين والمحرومين. قتلنا، عذبنا، اعتقلنا، هتكت أعراضنا، هدمت مساجدنا، سلبت حقوقنا، فلم نر منك موقفا يدين المعتدين ويعاقب الجلادين. يا هيئة الأمم المتحدة، لو كان فيك يقظة من ضمير لما دخل الجيش السعودي بعدته وعتاده، ولو كان فيك ذرة من عدل لما استبيحت مدننا وقرانا. أيتها الهيئة المخادعة،
لم يعد شعبنا يثق في بياناتك، فقد تلاعبت بهواك المصالح وعصفت بمبادئك الصفقات، فتبا لهيئة تشرى بأموال الملك الظلي. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب.